الفرق بين زمان ودلوقتي لما تقول لابوك عايز فلوس عشان زينة رمضان زمان. بقول لك ايه يا والدي، انا كنت محتاج فلوس عشان انا وشباب المنطقة بنعلقوا زينة رمضان. كل سنة وانت طيب. زينة رمضان عايز كام؟ عايز 200 جنيه عشان اعلق زينة للناس كلها واكسب ثواب رمضان. الله يفتح عليك يا ابني، تبارك الله، ربنا يجعل ثوابك في ميزان حسناتك. ادخل خد من جيبي 200 جنيه. متشكر جدا يا والدي. دلوقتي بقول لك إيه يا امير الامراء، يا زعيم الزعماء، يا عظيم العظماء، استغفر الله العظيم يا رب. نعم، عايز ايه؟ كنت عايز قرشين بقى على الماشي كده عشان بعلق زينة رمضان بقى وحاجات. زينة ايه بس اللي انت عايز تعلقها دي؟ ده يومين والعيال بتقطعها. مش مهم يا حاج، تتقطع تتقطع، المهم نفرح الناس ونفرح بشهر رمضان الذي نزل فيه القرآن. بسم الله ما شاء الله. وايه كمان يا امير؟ الامر لله وحده. كنت محتاج بس 1000 جنيه. لا ان شاء الله 1000 جنيه، ما احنا طول عمرنا بنعلقها ب5 جنيه. الكلام ده كان زمان يا حاج، وبعدين انا مش هعلق زينة احنا لوحدينا، ده انا هعلق زينة للشارع كله. ليه للشارع كله؟ هو انا قاعد على بنك ولا ايه؟ يا حاج عشان تكسب الثواب الكبير. خلاص ماشي، طالما هكسب ثواب هدفع وامر لله. شكرا جدا، مش عارف من غيرك انا كنت هعمل ايه. ثواني كده. الو، ايه لميت كام؟ لميت 2000. انا لميت 1000 يا عم. يعني هيسهرونا؟ هنعرف نتبسط بيهم؟ طيب ماشي، انا هجيب الفلوس وننزلها. يلا سلام. حبيبي يا حاج.